النهاردة هنتكلم عن أكتر برج مميز في الأبراج، وده عشان الكوكب اللي بيحكمه مش كوكب. زي ما اتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت عن برج السرطان، وقلنا إنه برضو اللي بيحكمه مش كوكب ومختلف، علشان اللي بيتحكم في مزاجه وفي صفاته هي القمر. المرة دي اللي هيكون مميز أكتر، القمر بياخد أشعته من الشمس، والكواكب بتاخد كل طاقتها من الشمس، ومن غير شمس ما بيبقاش فيه حياة. برج الأسد بيتحكم فيه الشمس نفسها. طيب، الشمس تدي صفات لمواليد برج الأسد عاملة إزاي؟ الشمس أصلا صفاتها إيه؟ طيب، الشمس أكيد صفاتها إن هي بتدي الدفء وتوزع الدفى والطاقة لكل الكواكب اللي حواليها. فدي برضو من أهم صفات برج الأسد، إنه بيوزع، بيشع كده طاقة، وبينعكس ده على كل اللي حواليه. طيب، وإيه أكتر حاجة برضو بتميز الشمس؟ إن هي محور اللي بيلف حواليه الكواكب كلها، نفس صفات برج الأسد. الأسد ما يقبلش غير إنه يكون محور الاهتمام، center of attraction. يحب جدا إن ناس تبقى حاسة بيه وواخدة بالها منه. استعراضي، متغطرس نوعا ما، مش بهدف إنه يأذي حد أو يكون مغرور، لكن هو بربنا خلقه كده عنده عزة زيادة شوية، اعتزاز بنفسه زيادة، حاسس بنفسه من آخر كده شوية. فطبعا يعني لو ما حصلش تربية مظبوطة لمولود الأسد، ممكن يطلع عنده شيء من النرجسية والغطرسة شوية. لكن لو هو متربي كويس، ده هينعكس بشكل كويس جدا جدا على اللي حواليه. طيب، الأسد إيه صفاته الأساسية اللي واخدها من الشمس؟ غير إن هو يبقى بيحب يكون محور الكون، بيحب كمان يبقى قائد. هو اتخلق عشان يبقى مدير في منصب إداري، ملك، وزير، حاجة قيادية. ما ينفعش كده يشتغل موظف عند حد أو حد يديله أوامر. شخصية برج الأسد ما بتحبش الأوامر، سواء رجالة أو ستات. مواليد الأسد ما بيحبوش حد يديهم أوامر، بيحبوا يكونوا حر، يعني أحرار. عندهم مشاعر وعواطف متأججة جدا زي نار الشمس. يعني هم عاطفيين، وليس ان هم مثلا عشان برج قيادي فهم مش عاطفيين. لا، ده عاطفيين جدا. برج الأسد بيحب بجنون، يعني بيحب أكتر برج ممكن يحب حتى أذنيه، يعني زي ما بيقولوا كده، يعشق حتى أذنيه هو الأسد. الأسد بيحب مخلص 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 لدرجة فظيعة لشريكه والأصدقائه ولكل اللي حواليه. كريم لدرجة رهيبة. ما هو الشمس كريمة لأن هي بتدي الأشعة بتاعتها الدافية دي لكل الكائنات، ومنها بيطلع الحياة. هو برج الأسد كريم جدا، أكرم برج في الأبراج. يعني حقيقي سخي جدا. ومن عيوبه طبعا التبذير، لأنه بيحب يعني يصرف، بيحب يعيش في رفاهية جدا، يعني عيشة الملوك. من النوع اللي في دماغه انه هين قرشك ولا تهين نفسك، دي من اهم صفاته، هين قرشك ولا تهين نفسك. لانه بيحب عيشة الرفاهية. في مثلا في جيبه مثلا اخر 50 جنيه يركب بيها تاكسي ولا ميكروباص، هيركب التاكسي. هو شخصية الاسد كده. طيب، هو شخصية ذواقة جدا للاكل. هو في صفة الاسد الحقيقي. بيحب على فكرة اللحوم الحمراء جدا. يعني ممكن تلاقي الأسد ده بيحب ياكل ستيك مثلا، أنواع في اللحوم ممكن والفراخ وكده، لأن هو يعني فعلا ميال للأكل البروتين أكتر. وبيتذوق حلو قوي وبيطبخ حلو قوي. عادة تلاقي يعني مواليد الأسد بيطبخوا كويس، بالذات امرأة الأسد. امرأة الأسد برضو من شخصيتها إن هي شخصية قوية، بتعرف تحكم بيتها كويس جدا وتدير بيتها كويس جدا. يعني مديرة لبيتها درجة أولى، يعني شاطرة جدا جدا في إدارة المنزل. يعني الرجل الأسد غيور قوي، يعني غيور جدا 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 على
شريكته أو زوجته أو خطيبته أو حبيبته، وبيحب جدا إن هي تهتم بيه، ولو ما اهتمتش بيه هو بيتقمص جدا، لأنه ما ينفعش ما يحسش بنفسه. هو الأسد حاسس بنفسه، فلازم ياخد قدره ووضعه، لكن هو هيغرقها حنان وكرم فظيع لو هي اديت له الاهتمام اللي هو يحتاجه، واديت له التقدير يعني ده. وكذلك أنثى الأسد برضو لازم تقدير، لو ما حستش إن اللي قدامها مقدرها سواء في الشغل أو في البيت، ما تقدرش تبقاش عندها قدرة على العطاء، بالرغم عن إن هي عندها عطاء غير متناهي. ولكن فعلا برج الأسد عنده سنة غرور، يعني الغرور اللي جواه ده حاجة حاجة لا إرادية كده من تأثير الشمس عليه. هو بيحب وحاسس بنفسه شوية، فعشان كده قلنا التربية هي اللي بتأثر في مولود برج الأسد، إذا كان هيطلع عنده نزعة نرجسية ولا يعني الإحساس بالذات ده هيوظفه في شكل كويس. يعني هي أنا كده قلت يعني أغلب صفات الأسد المميزة جدا، وأتمنى يعني إنها تكون وصف دقيق. أنا بقول برج الأسد لناس المواليد الأسد، والناس برضو اللي طالع بتاعهم هو برج الأسد. النقطة اللي لازم أقولها برضو إن برج الأسد عصبي، برج الأسد عصبي جدا، هو بيهدى بس هو عصبي لأنه برج ناري، وبرضو العنصر بتاعه النار، والنار قوي لأن الشمس أساسا نار أساسا. فهو عصبي برج الأسد جدا، فاللي طالع بتاعه برضو أسد هيكون عصبي، واللي هو أسد أصلا هيكون عصبي. فدي من عيوب الأسد. يعني أتمنى يعني إن احنا نكون لمينا كل الجوانب. أنا موضوع العصبية ده برضو حبيت إن أنا أضيفه. والمرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن برج العذراء. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. رشا سيد.